بيقولوا عليه ايس كريم الطفولة، بس انا بصراحة ما شفتوش في طفولتي، فتعالوا نعمله ونجربه مع بعض وهقول لكم رأيي فيه وكل التركات البسيطة اللي تنجحوا معاكم عشان تعملوا ألذ ايس كريم كريمي جدا متغلف بطبقة شوكولاتة تحفة بشكل جديد ولذيذ قوي. شجعوني بلايكات كتيرة قوي وما تنسوش تقولوا لي تسلم ايديك يا ميوش. هقول لكم على طريقة حلوة قوي للآيس كريم من غير ما نستخدم كريمة خفق. كوباية من الكريم شانتيه هضيف عليها كوبايتين من الحليب الساقع جدا، وهضرب بالمضرب ضربتين كده. وبعد كده هضيف باقي الإضافات. ضفت معلقة صغيرة من الفانيليا، حوالي 2 باكت، وهنزل عليهم بحوالي ربع كوباية من الحليب المحلى المكثف، وده أنا بعمله في البيت بيخلي الآيس كريم تحفة بجد، بيوديه في حتة تانية وبيعمل له المطة الحلوة والطعم اللذيذ. عبارة عن نص كوباية من الحليب البودرة، نص كوباية من السكر البودرة، مكعب من الزبدة، وربع كوباية من الحليب، ونضرب كويس قوي في الخلاط أو الكبة. بنضيف منه على الآيس كريم على حسب الرغبة وعلى حسب درجة السكر اللي انتوا عايزينها، يعني ممكن تزودوا عادي جدا. وممكن كمان نعمل الايس كريم ده في الخلاط، مفيش اي مشكله. احنا عايزين قوام الايس كريم كده يكون متوسط، ولا تقيل قوي ولا خفيف سائل يعني. الخطوه اللي بعد كده بجيب قالب شوكولاته، الشوكولاته كده بالحليب، وبقطعها قطع صغيره كده عشان تدوب معايا بسرعه. بفضيها كده في اي بوله او طبق، وعلى حمام مائي او في الميكرويف نبتدي ان احنا ندوبها. ونيجي بقى لاهم نقطه، الاكياس اللي هي كله بقى بيدور عليها. طبعا الترند بيعملوها كده في اكياس طويله ورفيعه زي دي، ودي بتتباع في محلات اللي هي بتبيع العلب والفويل والاكياس والحاجات دي، لو دورتوا عليها هتلاقوها. اللي مش لاقيها بقى هقول لكم تعملوها ازاي بنفسكم، دي انا عاملاها. بصوا، بنجيب اي اكياس عندنا كده، اي مقاس، المهم يكون الكيس يعني محمل كده وتقيل شويه، وبنسخن السكينه كويس قوي على النار، وتبداي تقطعي بالسكينه كده على حسب الحجم اللي انت حباه. بتمشي بالسكينه كده وهتلاقي الكيس اتقص معاكي وفي نفس الوقت اتقفل كده كويس. بس لازم يعني ايه نتأكد ان الكيس كده مقفول كويس، ما فيهوش فتحات او فراغات، يعني لو مليتي فيه مية كده يبقى كله مقفول كويس كده مش بيسرب. وبرضه هقول لكم على فكرة تانية وسهلة ومتوفرة جدا. خلاص كده دوبت الشوكولاتة، هبدأ بقى انزلها في كيس حلواني عشان يبقى سهل ان انا استخدمها، واقدر اعبيها كده في الاكياس الرفيعة. بحط شوية كده من الشوكولاتة السايحة بفردها في الكيس كله، وعلى طول قبل ما الشوكولاتة تنشف في الكيس بنزل عليها بالايس كريم كده اللي برضو بحطه في كيس حلواني، ودي اسهل طريقة ممكن تشتغلوا بيها. بنملى بقى الاكياس بالايس كريم كده، وهقول لكم كمان ازاي الايس كريم يعني ما يختلطش كده بالشوكولاتة زي اول واحدة عملتها دي. هقول لكم السر اللي يخليها يعني ايه تطلع معاكم مظبوطة جدا من غير ما يختلطوا في بعض. كل كيس بقى بتفردوا فيه الشوكولاتة كده، تبدأوا ان انتوا تملوه بالايس كريم وتدخلوه على الفريزر. وتقدروا كمان تستخدموا كيس الحلواني ده، يكون بديل حلو جدا نعمل فيه بدل الاكياس بقى الرفيعه لو مش متاحه. هنا كده حطيت قطع الشوكولاته جوه الكيس، وجبت ميه سخنه كده وهنزل الكيس كده لحد ما الشوكولاته يعني تدوب خالص. دي كده طريقه تانية ان احنا نسيح بيها الشوكولاته كده جوه الكيس على طول اللي هنشتغل فيه. الطريقه دي بقى يعني بتقدري بقى تحطي الشوكولاته في كل كميه الاكياس اللي هتعمليها، وتسيبيها كده في الميه. المهم الميه يعني ما تلمسش الشوكولاته جوه، تبقي سايبه كده طرفها بره، وتاخدي بقى منها على طول واحده بواحده تفرديها في الكيس وتمليها بالايس كريم على طول. وكده هتضمني ان الشوكولاته مش هتنشف منك كل شويه وتبداي ان انت تسيحيها تاني او كده. وهنا زودت على الايس كريم معلقه من النوتيلا وبقلبها كويس كده، واعبيها برضو في الكيس وادخله على الفريزر على طول. والسر اللي هيخلي الشوكولاته متغلفه كلها كده على الايس كريم، لازم نحط طبقه كويسه كده من الشوكولاته، عشان لو قليله الايس كريم بيختلط معاها. وكمان لازم قوام الايس كريم يكون متوسط، ما يبقاش تقيل، عشان يعني يقدر ينزل كده بسهولة في النص كده جوه الشوكولاتة. بندخلهم الفريزر ليلة كاملة او لحد ما يكونوا متماسكين معاكوا كويس. فكرة بجد جديدة ولذيذة وكان لازم نجربها. تعملوا بقى احجام صغيرة او كبيرة زي ما انتوا عايزين. نفتحها كده من فوق بالطريقة دي، ننزل كده الكيس بكل سهولة من عليها وناكلها. تحفة بجد. اللي كان بقى بياكل الايس كريم ده وهو صغير يعرفنا في الكومنتات، بصراحة شكله تحفة وفكرته حلوة والاطفال هيتجننوا عليه. نفتح برضو اللي عملناها كده في كيس الحلواني، بقت بجد خطيرة، متغلفة كلها كده بشوكولاتة من بره وشوكولاتة كده مقرمشة، ومن جوه الايس كريم تحفة ومظبوط جدا، كريمي جدا، ما فيهوش اي كريستالات من التلج، واحلى من اي نوع جاهز بنشتريه من بره. شايفين بقى الحلاوة بتاعتهم ولمعة الشوكولاتة بجد حلوة قوي.
احنا كده خلاص لازم نعتمدها بقى طول الصيف حقيقي، يعني تستاهل ولذيذة وفكرة جديدة جدا. يلا بسرعة بقى جربوه، هستنى تطبيقاتكم ولايك وكومنت حلو يشجعني اجرب معاكم كل الوصفات الجديدة.